السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض احلى كاستر بالجيلي، ببسكوت كده بالفواكه، حاجة جميلة كده جدا. يلا شوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة انا معايا هنا بسكوت المدرسة، ده المتوفر عندي. اي بسكوت متوفر عندك استخدميه، ماشي. بس بسكوت المدرسة يبقى حلو قوي. ما عندكيش اي حاجة تانية، تمام. ومعايا هنا كوباية الا ربع سكر، ومعايا هنا باكو دريم اللي هو بالمانجا، ومعايا بالفراولة، تمام. ومعايا هنا كيسين كاستر، الكيس ده الكاستر ده صغير، تمام. معايا هنا كيسين. بعد كده معايا فانيليا، حبة فانيليا كده سايلين او بودر، تمام. ومعايا هنا فاكهة بقى، موز، فراولة، اناناس، جوافة، اي فاكهة عندك انت بتحبيها حطيها، خلاص. ومعايا هنا كمان لتر حليب، لتر حليب. حابة تعملي نص مية نص حليب، تمام. بس انا حطيت ايه، لتر حليب كده بحاله، اللي هو لتر لبن. ومعايا هنا يعتبر كوبايتين كده لبن لوحده، عشان ايه هنحط فيه البسكوت اللي احنا ايه هنحطه في الصينية، تمام. هتاخدي من الرتل اللبن كوباية ونص او كوبايتين. بعد كده انا هقطع الفاكهة بتاعتي حتت صغيرة وهرجع لكم تاني. بعد ما قطعنا اهوت الفاكهة بتاعتنا حتت صغيرة خالص، برضو التقطيع اللي انت بتحبها قطعيها. وبعد كده انا هجيب صينية معايا هنا، اي صينية عندك، ألمونيا، اي صينية عندك، ازاز، اي حاجة، تمام. انا هركن كل المكونات كده مع بعض وهقول لكم. انا كنت قايله لكم على مانجا، بس اولادي قالوا لي ماما احنا عايزين اناناس. فانت شوفي اولادك بيحبوا ايه، وشوفوا الاطفال بيحبوا ايه، وخليهم يختاروا اللي هم عايزينه، تمام. انا استخدمت باكت اللي هو الاناناس، وواحد فراولة. بعد كده انا خلاص كده ركنت كل حاجة. وبعد كده هشتغل اول حاجة في البسكوت. بعد كده هحط البسكوت في اللبن على طول، ايدي سريعة، ما احطش البسكوت واسيبه، لا، ايدي على طول كده. واهم حاجة اللبن ما يكونش سخن، لا، عادي، بارد خالص، تمام. ايدي مستمرة كده، ايدك مستمرة، وحط ايه بلي البسكوت بتاعنا في اللبن على طول كده، وحطه في الصينية. عشان اوعي لو سبت البسكوت في قلب اللبن طبعا البسكوت بتاعنا هيبوش، لا، احنا ايدك على طول سريع كده. وانا اصلا يعني ما باخدش وقت، يعني في ثانية الا ثانية كده، يعني على طول. واي فراغات كده حطي فيها، حتى لو بسكوت متكسر عادي، حتى لو بسكوت اتكسر من اولادك او كسر منك كنت بتفتحي الكيسه، عادي، مش مشكله. كده كده اصلا ده كله هيدوب معانا، وهيبقى طبقه من تحت مش هيبان، تمام. انا حطيت طبقه اهيت، وحطيت الفراغات كده من الجناب كده، قفلت كل الجناب كده. اي حته تلاقيها من باينه كده من الصينيه حط عليها بسكوت. وبعد كده احط البواقي بقى، ايه اللي موجود عندي، ايه اللي موجود عندي كده فوق الطبقة التانية، عادي، يبقى كده طبقتين. انت ما عندكيش غير طبقة واحدة، تمام، مش هقول لا. بس انا عندي هنا، انا حاولت يعني حبيت ازود، عشان ايه يعني، مش هقول الله، يعني ايه، قلت ادي لحماتي واختي واولادها وكده، تمام. فكتري في الحلويات وان شاء الله كله يدعيلك. اهم حاجة ايدك مستمرة كده زي ما احنا قايلين كده. وبعد كده هرشش كده ايه، حاجات بسيطه كده، معلقتين تلاتة كده على الوش، تمام. وهشيل بقى ايه اللبن كده، خلاص في جنب كده، خلصت الطبقه الاولانيه، تمام. خلاص انا كده خلاص تمام، مسحت كل اللبن اللي في الجناب وكل حاجه. وبعد كده هروح نعمل الطبقه التانية اللي هي الكاستر. اول حاجه انا ولعت على حله كده، تمام. لا سوري معلش، ما تولعيش خالص الحله دلوقتي، معلش. بعد كده هتحط اللبن، انا الباقي اللبن اللي باقي من اللي احنا دوبناه حطيناه معاه. بعد كده انا حطيت هنا اللبن والسكر، وبعدين الفانيليا، وكيس انا حطيته كده 3 معالق كده
عشان اشوف الكيس قد ايه، فطلع 3 معالق. فاحنا كده هنحتاج على اللتر حليب، يعني على اللتر حليب 6 معالق كاستر. تمام. وهنا احط كوبايه ميه جنبي لو احتجت. فانا هدني اقلب كده على البارد، مش هولع النار خالص يا جماعه. تمام، مش هولع خالص الميه قصدي النار دلوقتي خالص. خلاص كده انا كده ولعت النار دلوقتي في الوقت ده، بعد ما قلبته خالص، يعني بعد ما حطيت كل المكونات على بعض. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو رتل حليب، على كوبايه الا ربع سكر، على الفانيليا، حبه الفانيليا، ومعانا الكيسين الكاستر. تمام. لو انت ما عندكيش يعني كيس الكاستر ده وعندك العلبه اللي هي كبيره، حطي 6 معالق على الرتل حليب. لو حبيت تعملي نص الكمية، يعني نص يعني نص لتر كده حليب، اعملي 3 معالق كاستر، وحوالي ربع كوباية سكر. تمام. اهم حاجة ايدك مستمرة زي كده. تمام، ايدك مستمرة، ما تسيبيش خالص خالص ايدك من الكاستر. ثواني كده، ثواني كده تخلصي كل حاجة ان شاء الله. بس اهم حاجة ما تسيبوش عشان ما يتحرقش مننا. تمام. واهم حاجة برضو النار متوسط، مش عالي ولا واطي. وايدك مستمرة كده بالمضرب، اهم حاجة المضرب كده ما تسيبهوش. شوف انا ايدي سريعة ازاي وشغالة، حتى انا مجرية الفيديو. بس انا برضو كانت ايدي سريعة جدا. ماشي، خلاص كده بدأ يغلي اهو. بس انا ايه، يعني حسيت ان هو تقيل. تمام، انا حسيت ان هو تقيل، حطيت ايه الاول نص كوباية مية، احتجت ثاني ايه نص كوباية مية، يعني احتجت كده كوباية مية. تمام. لو انت بتحبيه متماسك، خليه ايه، ما تضيفيش كوبايه الميه دي. ايدك مستمره زي كده، ايدك مستمره على طول. لو خف منك غصب عنك، لو لقيتيه خفيف كده خالص، زودي معلقه نشا في حبه توبين، في حبه ميه كده، ايه، وحطيهم. وهو خف منك. تمام. هو كده القوام كده حلو قوي. ما تلاقيه عامل زي فقافيق كده، زي ما بتلاقي كده تلاقي كده البشاميل، يبقى كده استوى معانا. تمام، كده استوى معانا. هبدأ بقى اعمل ايه بقى؟ هضيف الطبقة التانية اللي هي كسر على البسكوت. تمام. وبعد كده اقوم حطاه في الفريزر على ما اعمل الجيلي، يكون ايه، البخار ده هدي شوية، عشان ما يبوظش الدنيا ليا. تمام. او حطيه في التلاجة، بس انا حطيته في الفريزر ان انجز وقت. انا بعد ما حطيته كده في الفريزر كده خلاص. معايا هنا ايه بقى؟ كيس الجيلي. كيس الجيلي بيحتاج كوباية مية مغلية وكوباية مية بتلج. عشان اول حاجة نعملها هو هندوب الجيلي في كوباية المية المغلية. تمام. انا جبت كده بولة كده، احط فيها ايه بقى؟ الكيس الجيلي بتاعتنا. وبعد كده احط كوباية المية اللي هي بتغلي، عشان ادوب الجيلاتين اللي هو في قلب الجيلي. الجيلاتين يا جماعة ما بيسحش من مية ساقعة، لا، لازم يحتاج مية تغلي عشان الجيلاتين اللي جوه الكيس يدوب معانا. بعد كده ما اقلب كده ايدي مستمرة كده، هقوم حاطة ايه بقى؟ كوباية المية اللي هي بتغلي، قصدي المية، كوباية المية اللي هي قصدي ساقعة تلج، اللي هي متلجة. وبعد كده هضيف كده مكعبين تلج، علشان يعني ننجز وقت، والجيلي ينجز معانا ويمسك على طول معانا في الطبقات، ويعني ما يقعدش كتير في التلاجة. تمام. انا هعمل برضو الاناناس نفس الطريقة. هحط كوباية مية بتغلي اهي، وبعد كده هحط الجيلي الاناناس عليه، ودني برضو اقلب 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 كده. وبعد كده هحط كوباية المية اللي هي متلجة. وبعد كده برضو هحط ايه، واحدتين تلج. تمام. حاولوا برضو قللوا في المية اللي هي كوباية المتلجة، عشان التلج اللي احنا حطيناهم دولت برضو بياخدوا من المعيار. بعد كده بقى انا معايا الفاكهة بتاعتي اهي. قبل ما احط الجيلي بتاعنا، احط كده طبقات كده من الفاكهة بتاعتنا. شكلي الشكل اللي انت بتحبيه. تمام. انا حبيت يعني اعمل شكل كده، يعني زي ايه،
جنب كده في الاناناس مع الموز، وجنب فيه الفراولة مع الجوافة كده، يعني شكلي. تمام. انا حبيت كده ايه ادي ميكس كده. وعادي يعني انتي ممكن تحطهم كلهم على بعض بس، وكده كده اصلا لما بنحط الجيلي بتحسي ان هما بيخشوا في بعض، بس ان هما بيخشوا في بعض كده بالوان جميله قوي. يعني بعد ما تدخليهم كده طبعا ترصيهم كده تحطي الجيلي هتلاقي كده ايه الالوان دخلت في بعضها، بس بيبقى شكلها حلو قوي. تمام. انا كده خلاص بحط الطبقات اللي هي الفاكهه بتاعتي. اهم حاجه كتري الفاكهه علشان يبقى بتدي طعم حلو قوي قوي قوي. جربوها يا جماعه، والله العظيم طعمها تحفه تحفه تحفه. والله العظيم تحسي ان انت بعد ما بتاكليها تحسي ان انت ماكلتيش حاجه، يعني خفيفه على المعده وحلوه قوي. والله العظيم خفيفه قوي 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 قوي. حتى لو انت متغديه وواكله لسه واكله ايه خروف، والله العظيم تاكلي من هنا تحسي باللي انت بصي هضمتي. جميله وطعمها حلو. بعد كده هجيب المشمش بتاعنا، الاناناس ولا ايه يا جماعه معلش، الاناناس بتاعنا. وبعد كده احطه على الاناناس اللي انا قطعها واحده صغيره. وبعد كده هجيب الفراوله احطها برضو على الفراوله، هما هيخشوا في بعض زي الميكس كده. انا اول حاجه احط الاناناس وبعد كده الفراوله، هيدي زي ميكس كده. لو انت حبيتي تعملي الاول اللون وبعدين تحطيه في الفريزر يمسك شويه وتحطي اللون التاني، يكون انت عاملاه ماشي. يعني يكون انت عامله الفراوله الاول، يعني دوباه زي ما احنا دوبناه كده، وبعدين تعمليه تحطي طبقه وتحطيه في الفريزر، وبدي تعملي الطبقه التانية دوبيه في ساعتها. تمام. يعني مينفعش دوبيه وتركنيه، مينفعش. ادي كده هحطها في التلاجة لمده 6 ساعات او 8 ساعات، ولو باتت كمان كل ما تقعد تبقى احلى او احلى واحلى. كده خلاص بعد ما باتت معانا بقت جميله ازاي. تحفه تحفه يا جماعه، اقسم بالله جربوها هتعجبكم قوي. بعد ما قطعتها اهي جميله. بص الطبقات، طبقه بسكوت وطبقه الكاستر والفاكهه وفي قلبي الجيلي، تحفه تحفه. والله حاجه خفيفه، حاجه خفيفه مش تقيله خالص على المعده، وطعمها حلو قوي 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 قوي. جربوها والله هتدعولي. حاجه كده في الخيال وحاجه كده، يعني مش عارفه اقول لكم ايه. طعمها خطير والله العظيم خطير. وكمان الاطفال بيحبوا الحاجات اللي هي زي كده. في اطفال ما بياكلوش الفاكهه، في اطفال ما بيحبوش الكلام ده. الحاجات والالوان دي كلها بتشد الاطفال. تمام. فاعملي كده حاجات لاطفالك كده، ان شاء الله هياكلوا كل حاجه وكل حاجه هيحبوها. وخلي اطفالك هم يختاروا كل حاجه هم عايزينها. شوفوا هما بيحبوا ايه وقولوا لهم انتوا عايزين ايه، هيقولك لهم احنا عايزين كذا وكذا، فيعملوهم هم هياكلوها. لما هم تديهم رأيك يعني انت عايزين طعم ايه، فهم هيحبوا ياكلوا الحاجة دي. فلو عجبكم الكسر بتاعي، اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. و... وكومنت حلو كده منكم واحلى لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة. سلام.